أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حصيلة دوري نجوم قطر. نلتقي هذا المساء بعد نهاية الجولة الثامنة من هذه البطولة واقتراب نهاية القسم الأول من هذه البطولة. نتابع أحداث الفرق خلال هذه الجولة، وقبل أن نبدأ بالتفاصيل أرحب بضيوفي الكرام الكابتن إبراهيم خلفان النجم الكروي القطري ومحلل قنوات الجزيرة الرياضية. مساء الخير ابو خلفان. مرحبا، مساء الخير زميل عبد العزيز. كذلك اسعد هذا المساء باستضافه النجم الكروي العراقي ومحلل قنوات الجزيرة الرياضية والمدرب الوطني العراقي الكابتن مجبل الفرطوس. اهلا وسهلا فيك كابتن. اهلا وسهلا بك احمد. طبعا نبدا في البدايه بالتذكير بالنتائج التي انقضت بها الجوله الثامنه من دوري نجوم قطر بالمواجهات البارزه. لقاء السد والخور انتهت بانتصار السد بهدفين مقابل هدف واحد، وايضا في يوم الجمعه كانت هنالك مواجهه اخرى جمعت الجيش والوكره وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. وفي اللقاء الكلاسيكي انتهى بفوز الريان على الغرافه ب5 أهداف مقابل هدف واحد. وفي مواجهة يوم السبت من الجولة الثامنة انتهت بانتصار قطر على السيلية ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وانتصار الأخوية على الخريطيات بهدف دون مقابل، وانتصار لأم صلال على العربي ب3 أهداف مقابل هدف واحد. بذلك أصبح ترتيب دوري نجوم قطر مع نهاية الجولة الثامنة في الصدارة فريق السد ما زال بها ب24 نقطة، وفي المركز الثاني الريان، والثالث من نصيب فريق الأخوية، والرابع كان من نصيب أيضا فريق أم صلال الذي دخل ضمن الأربعة المقدمة، وفي المركز الخامس فريق الجيش، والسادس من نصيب الوكرة، والسابع لقطر، والثامن للغرافة، والمركز التاسع في دوري نجوم قطر لفريق الخور، وفي المركز العاشر العربي، وفي المركز ال11 السيلية، والمركز الأخير للخريطيات. هذه صور أحداث الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر، تفاصيلها من خلال التقرير التالي الذي يستعرضه الزميل جابر العربي. ب24 نقطة وبفوز هو الثامن على التوالي، يواصل السد تصدر المشهد الكروي في قطر. صدارة لم تأتي من فراغ بعد أن برهن عيال الذيب على حقية في ذلك أمام الخور في الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر. فبعد دقائق معدودة من انطلاق المباراة يخرج اللاعب نذير بالحاج ببطاقة حمراء، بعدها ينطلق الزعيم نحو التسجيل عن طريق كوريليسو، ومع أحداث الشوط الثاني يضيف حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد قبل أن يضيق الأردني حسن عبد الفتاح مهاجم الخور الفارقة في الدقيقة 60. فوز هام للسد وسع به الفارق مع أقرب المطاردين ليغرد وحيدا في القمة. الريان أقرب المطاردين للسد أقام مهرجانا للأهداف في شباك الغرافة المتعثر. الرهيب افتتح التسجيل عبر موسى هارون في الدقيقة 10، ثم أضاف البرازيلي نيلمار الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة. وفي الشوط الثاني سجل تباتا الثالث أهداف الريان، ثم عزز حامد إسماعيل الرصيد بهدف الرابع من ركلة جزاء تسبب فيها فهيد الشمري لاعب الغرافة ونال على إثرها البطاقة الحمراء. واختتم جرال المري أهداف الريان فيما سجل ديوري راكيتش هدف الغرافة في الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة. ونبقى مع المباريات الغزيرة تهديفيا في هذه الجولة، حيث مباراة قطر والسيلية ورغم تقدم الأخير بهدف أرونا دنداني في الشوط الأول، إلا أن قطر رد بثلاثية عبر يوسف سفري وموسى العلاق في مناسبتين. وحقق الأخوية أحد المطاردين للسد فوزا هاما على حساب الخريطيات بهدف سجله خالد مفتاح في الدقيقة 11 من زمن المباراة.
فيما كان التعادل الإيجابي سيد الموقف بين الجيش والوكرة في هذه الجولة. وافتتح الوكرة التسجيل عبر الفرنسي فراو في الدقيقة 25، وعادل اللاعب واغنر النتيجة للجيش بعدها ب10 دقائق. آخر جولات الأسبوع شهدت سقوطا جديدا للعربي على ملعب حمد الكبير أمام أم صلال، وبدأ العربي بالتسجيل عبر ناصر خلفان، لكن صقور برزان ردوا بثلاثية لسعيد بوطاهر ومحمد ياسر وماهر يوسف على التوالي. خطوط العريضة للجولة الثامنة من دوري نجوم قطر. نبدأ بالتفاصيل بأول المواجهات التي أقيمت في استاد جاسم بن حمد وجمعت السد والخور، ويكون العنوان الكبير لها لا كبير ولا صغير يوقف نادي السد على الانتصار. لم يعد الانتصار يسعد الأنصار، إنما أيضا يغضب الكثير من المنافسين ويضعهم في ضغط كبير. كابتن إبراهيم، نبدأ بالحديث عن فريق السد. يبدو أنه يوسع الفارق، يزيد الضغط على أقرب المنافسين بالنسبة له. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك السد من خلال هذه المباراة أمام الخور استطاع أن يقفز بالنقطة 24 عفوا، يضعها في رصيده. المباراة كانت حقيقة مباراة مثيرة. السد لم يواجه فريق ضعيف أو فريق مهزوز، واجه الخور، وأعتقد أن الخور كان منظم جدا في هذه المباراة. رغم أن السد كان يلعب ب10 لاعبين بعد طرد نذير بالحاج في الدقيقة العشرة من الشوط الأول، إلا أن لم يتفكك فريق السد. كان متماسك منظم، يشن الهجمات بشكل منظم، وأيضا سبب خطورة على مرمى الخور في عدة مناسبات. أنا أعتقد بأن السد كان يستحق الفوز بهذه المباراة، ولو أنه لعب بشكل ناقص، إلا أنه وأنا أعتقد أيضا حتى نذير بالحاج خسر فريقه من خلال طرد. راح نتكلم عن هالنقطة، ولكن كابتن مجبل نتكلم. تابعنا قبل قليل عن الإحصائية التي ظهرت، شاهدنا أن نسبة امتلاك السد للكرة هي 43%، بينما الخور 57%. لماذا لم يستفد من هذا الامتلاك فريق الخور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مو كل فريق يستحوذ على الكرة هو يفوز. احيانا تجي فرص، تجي محاولات، تجي يعني لم تستغل بالشكل الصحيح. احنا لو نلاحظ يعني الهدفين اللي سجلها الفريق نادي السد يعني بمجهود اللاعب يعني من مجهود فردي، يعني يمكن الحارس ما كان منتبه. الهدف الثاني اللي سجله اللاعب حسن الهدوس صح، هو يعني هدف جميل، ولكن يتحمل ايضا الحارس يعني. واعتقد يعني حتى اللاعب حسن الهدوس كان يعني في نيته يلعب الكره الى زملائه الى الهدف، واعتبر يعني من الاهداف الجميله. ولكن يعني هذا لا يمنع بانه فريق الخور يعني من الفرق الجيده، يعني قاعد يقدم اداء جيد ومستوى جيد في كل المباريات اللي يلعب عليها ايضا واحيانا يعني يضيع الفرص. طيب كابتن، اتكلم في نقطه ثانيه. يعني شاهدنا طرد مبكر في الدقيقه العاشرة، يعني هل ممكن نقول انه كان تلقائي يعني غير مقصود، ام انه ربما تقف مع مدرب فريق السد عندما انتقد لاعبه بالحصول على الكرت الاحمر؟ لا طبعا اكيد هذا يعني عمل قام به اللاعب نذير بالحاج، يعني عمل بصراحه غير مقبول، وخاصه بانه لاعب دولي ولاعب مهم ولاعب يعني
يتمتع باخلاق عاليه ويتمتع بمستوى رائع، يعني من اللاعبين الذين يعني ثابت مستواهم في دوري نجوم قطر. فبالحقيقه انا يعني استغربت من يعني اول مره نشوف يعني نذير بالحاج يعمل هذا يعني الشيء. اول شيء يعني راح يعني احتمال ينحرم مباراتين. الشيء الاخر هو جهوده، راح يعني فريقه يفتقر الى جهوده من خلال مباراتين. الشيء الاخر هو فريقه يعني الان هو مصدر الدوري وعنده العلامه الكامله في 8 مباريات 24 نقطه. فاعتقد يعني الفريق راح يخسر، هو راح يخسر. واتمنى يعني هاي الحالات ما تتكرر في دورينا. كابتن، لجنه الضباط ستقف عند هذه اللقطه بالتاكيد، لانها لا تقف فقط عند الكرت الاحمر، انما فيها ضرر يعني. نعم، يعني احنا ما شاهدناه من نذير ابو الحاج، اعتقد انه كان في ضرب متعمد او رفس متعمد. تونا في اول 10 دقائق كابتن، يعني ما صحيح، يعني لا زالت المباراه يعني باقي عليها الكثير. انت ما تدري ظروف المباراه بعد الطرد ايش اللي راح يصير. لكن انا اعتقد بان نذير سوف يتعلم من هذه اللقطه الكثير، لان في قيمه نذير لاعب بقيمه دائما متواجد مع الفريق، يكون دائما متواجد مع الفريق، دائما وجوده يبقى مع الفريق. السؤال اللي يطرح انه الخور لماذا لم يستفد من هذا طرد نذير بالحاج ويثمر بانتصار لفريقه او على الاقل الاحوال تعادل؟ الخور حقيقة حاول أن يستفيد من هذا الطرد، وأيضا الخور لم يكن مستسلم في هذه المباراة. كلا الشوطين كان قوي في حضوره، كان في هجمات ويعتمد على الهجمات المرتدة بشكل سريع. هذا هجوم الخور خلال المجريات. هذه الجهة اليمنى هي الأقوى، مشاهد الجهة اليمنى هي الأقوى من الجهة اليسرى، وأيضا من عملية الاختراق في وسط الميدان نشاهدها 40%، في المقابل هي 34 في الجهة اليسرى و26 من خلال الاختراق في وسط الميدان. هل ممكن نقول بالفعل أن الجهة اليمنى هي الجهة الواضحة؟ صحيح، ويعمل كثير حقيقة فريق الخور على الطرف الأيمن. وخاصة في هذه المباراة أعتقد أن حسن عبد الفتاح كان له دور أيضا كبير في هذه المباراة. للعلم أيضا كان هدف للخور ولكن لم يحتسب في هذه المباراة، وأنا من وجهة نظري كان هدف صحيح. طيب كابتن، يعني أتحدث بنقطة أخيرة عن الخور. 4 لقاءات خسائر بالنسبة للخور، والسيد بولوني يقول نحن لا نمر بأزمة. هل هذا الكلام منطقي؟ الفريق 4 خسائر؟ أعتقد يعني أنا يعني مع قول المدرب بولوني. صراحة فريق الخور قاعد يقدم أداء جيد في كل المباريات، حتى المباريات التي يخسرها. يعني الخور لعب مع أقوى فرق